السلام عليكم. النهاردة وصفتنا بسيطة قوي والفيديو بتاعنا قصير بس ان شاء الله تعجبكم. هنعمل النهاردة لفة جلاش بطريقة جميلة قوي. يلا نبدأ. بسم الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. معانا لفة جلاش اللي هي نص كيلو، ومعانا سمنة بلدي، طبعا بيبقى طعمها احلى في الجلاش. كده كل ورقتين مع بعض هندهنهم سمنة ونعملهم بطريقة المروحة بتاعت زمان اللي كنا بنعملها بالورق. بصوا شكل جديد بس هيعجبكم اوي ان شاء الله. لو عندك عزومة او اي حاجة بالليل كده عوزتوا حاجة حلوة، لو عندك لفة جلاش تقدري تعمليها. بصوا هنديها مسحة بقى سمنة من فوق، هنرصها كده في صاج طبعا مدهون سمنة، وهنكون طبعا مسخنين الفرن كويس. معانا هنا بقى التركة الجديدة، كوباية لبن وعليها رشة فانيليا، وهنسقي بيها صينية الجلاش. لو انتي حابة ان هو يكون طري، لو عايزاه ناشف ممكن تستغني عن كوباية اللبن وتسويه بنفس الطريقة. هندخله الفرن كده، تكون مسخناه قبل كده مسبقا يعني، وبعدين 10 دقايق وهنطلعه كده. هتحطي عليه بقى اي مكسرات من فوق، لو عايزاه ساده براحتك. انا هرش عليه الفستق الكداب اللي كنت عاملاه معاكم في فيديو قبل كده، وبعدين هنرجعه الفرن تاني. هياخد له حوالي تلت ساعه كده او نص ساعه ويبقى جاهز معاكي. بص اهو شكله جميل ازاي. خرجناه من الفرن، هنسقيه طبعا بشربات سخن. انا عشان سبته يبرد هنعمله بقى بالشربات السخنه، ما رضيتش اصوره لكم عشان كلنا عارفينه. كوبايتين سكر وكوبايتين ميه وعصره ليمونه. لو عندك معلقه عسل جلوكوز ماشي، ما عندكيش خلاص الليمون بيغلي. ونسقيه كده ونغطيه بس لمده 5 دقايق ولا حاجه عشان يبقى طري، وبعدين بقى تبتدي تقطعيه. اهو بعد 5 دقايق او 10 دقايق تقطعيه بقى مربعات كده، شكله جميل جدا. بصوا اهو قطعناه في الطبق. بصوا طري جدا ومقرمش من فوق ومقرمش من تحت وطري من جوه، وشكله جميل جدا. ينفع لأي مناسبة لأي عزومة ان شاء الله. بقى لو عجبتك الوصفة متنسينيش في اللايك والشير والتعليقات الحلوة بتاعتكم، وبألف هنا والشفا يا رب على قلوبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.